السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات سوسو إسلام. تعالوا بقى هعمل لكم طريقة الكشري جامدة جدا. بصوا بقى، معايا هنا مكرونة صغيرة على مكرونة اسباجيتي رفيعة جدا، معايا رز هنا غسلاه ومصفيه كويس، ومعايا هنا الشعرية كده زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا حمص كنت نقعيه وسلقته وهو جاهز معايا، ومعايا كمان ربع عدس من الجبة كده زي ما انتم شايفين، ومعايا كمان بصل مقطعاه جوانح كده او جوليان زي ما بتسموه. معايا بقى هنا الطماطم يا جماعة غسلاها وشايلة الراس بتاعتها عشان نسلقها. يلا بقى بينا نبدأ. هنا يا جماعة خلاص انا حطيت الطماطم على النار عشان تاخد غلوة كده، ومعايا هنا بقى حلة هنسلق فيها المكرونة، حطيت لها شوية زيت وغطيتها عشان تغلي. تعالوا بقى معايا نشوف العدس. حطيت بقى العدس كده في الحلة، وحطيت له معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، وهغطيه عشان يتسلق. هنا مية المكرونة معايا خلاص غليت، وحطيت بقى المكرونة كده زي ما انتوا شايفين. هسيب بقى المكرونة كده تستوي واغطي عليها. وهنا يا جماعة خلاص الطماطم خدت معايا غلوة، وهنا العدس خلاص ما شاء الله برضو نص سوا. هنا يا جماعة خلاص برضو الطماطم ضربتها بالهاند بلندر كده، شايفين لونها وحمرها. تعالوا بقى نعمل البصل بقى التقلية. نحط بقى شوية زيت كده حلوين محترمين، كتار كده، عشان هقول لكم انا هعمل ايه بكمية الزيت دي. هنزل بقى كده معايا بعد ما الزيت اتقدح كده على النار، هنزل بالبصل. خلاص هو هنا دبل معايا، وهوريكم لونه الذهبي اهو يا جماعة، لونه بقى ذهبي وجاهز. هطلعه على منديل هصفيه، وبعد كده هفضيه في طبق. حطيت له شوية ملح، وحطيت كمان شوية كمون وهو نشف كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى يا جماعة هعمل ايه بالزيت. خدت بقى كام معلقة كده حلوين حطيتهم على الطماطم عشان تاخد طعم التقلية بتاعت الكشري. هو ده بقى يا جماعة سر الخلطة. هحط بقى في الطماطم معلقة كده صغيرة من التوم، بس هي كانت مجمدة، وحطيت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل اسود. هقلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. كذا مرة قلتلكوا الطماطم لما بتاخد غلوة بتدي طعم ولون رهيب بجد. بصوا بقى يا جماعة، هنا المكرونة بعد ما خلاص اتسلقت انا صفيتها كويس، رجعتها تاني الحلة. تعالوا بقى اقولكوا هعمل ايه بباقي الزيت. هاخد برضو شوية زيت كده بالمعلقة واحطهم كده على وش المكرونة عشان يديني اللمعة والطعم الرهيب بتاع الكشري. جماعة بجد انا مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز. بصوا بقى يا حبايبي، شوية الزيت اللي هم فضيوا دول اللي فضلوا هنزل بيهم كده في الحلة، وكمان هنزل بمعلقة من السمنة عشان برضو الرز ياخد الطعم بتاع الكشري تقلية. هنزل بقى كده بالشعرية، هقلبها تقلبتين لحد ما تاخد لون معايا. الشعرية خلاص خدت اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى عليها بالعدس والمية بتاعته. بصوا يا جماعة بقى، سر الكشري في المية بتاعت العدس بجد. بيدي لون وطعم العدس بجد حلو قوي. هنزل بقى كده بمعلقة من البهارات بتاعت الكشري، انا جايباها من كنور، وحطيت شوية ملح وشوية كمون، وابتديت ان انا اقلبهم كده في بعضيهم لحد ما هي خدت غلوة بسيطة عشان انزل عليها بالرز كده زي ما انتوا شايفين. بس ده اقلب بقى الرز كده مع بعض، نقلبه كده كويس لحد ما خلاص يندمج مع بعضيه. هنزل عليه بقى بالمية كده زي ما انتوا شايفين، وهغطيه بعد ما قلبته لحد ما يستوي. تعالوا بقى نعمل الدقة مع بعض. معايا بقى طبق هنا صغير هحط فيه معلقة كده من الثوم، شوية كمون وشوية ملح، شوية شطة. بعدين ننزل بقى بالخل زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بشوية خل كده حلوين، وهزود الخل ده بمعلقتين من المية.
بجد برضو الدقة رهيبة وطعمها وريحتها خيال. هقلب بقى المكونات الحلوة القمر دي كده مع بعض، وبعدين هجيب معايا ليمونة جميلة هقطعها وهعصرها وهوريكم كده زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى الليمونة بعد ما عصرتها وقلبت كده الدقة زي ما انتوا شايفين. خلاص انا كده الدقة بتاعتي جهزت معايا. شايفين شكلها بجد خطير، توم بقى وشطة وبهارات، بجد بتبقى طعمها جميل جدا في الكشري. تعالوا بقى نشوف الرز بقى استوى ولا ايه اللي حصل. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى يا جماعه، طعم وريحه بجد مش قادره اوصف لكم. طبعا انا اكلته فدقته وطعمه بجد جميل. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي وحلو قوي بصراحه. يعني الاكله كلفتني بس مش خساره فيها الفلوس. بصوا يا جماعه شايفين الجمال. بصوا بقى اخر حاجه معايا الحمص. تعالوا بقى اقول لكم انا هعمل ايه بالحمص بعد ما اتسلق. دي الميه بتاعه الحمص. هاخد بقى شويه من الطماطم كده زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين 3 4 كده زي ما انتوا عايزين لونها على حسب لونها. فانا هعمل حمص الشام، فالطماطم بتاعتها بتبقى خفيفه. حطيت بقى معلقتين من الدقه كده وشويه من الخل وسبتها بقى تغلي وشويه ملح، وخلاص كده بقت حمص الشام يا جماعه جاهزه معايا بجد ما شاء الله. قوليلي بقى تسلم ايدك يا سوسو. عايزه بقى الفيديو ده يا جماعه يوصل لاعلى عدد من اللايكات لان انا تعبت فيه. وما تنسوش تصلوا على النبي. انا اسمي سوسو اللي اول مره يشوفني وعندي 28 سنه. استنوني بقى في فيديو جديد. باي باي.